حاول عدد كبير من مناصري المنتخب الجزائري اقتحام فندق إقامة منتخب بلادهم بمدينة بواكي الإيفوارية عقب الخسارة أمام منتخب موريتانيا أمس الثلاثاء، وبالتالي الإقصاء من دور مجموعات النهائيات كأس إفريقيا للأمم. هذا وتدخلت عناصر حفظ الأمن الإيفواري من أجل محاولة تفرقة المتظاهرين أمام مقر إقامة الخضر الأخير الذي يجاور ملعب السلام في بواكي. أنصار المنتخب الجزائري حاصروا وليد الصادي رئيس الجامعة المحلية لكرة القدم، معبرين عن استيائهم من النتيجة ومطالبين برحيل المدرب جمال بالماضي وإحداث تغييرات جذرية على المجموعة.